أقدم لكم فوائد السباحة بالماء البارد. أولا، تحسين الحالة النفسية. قد تعود السباحة بالماء البارد على الصحة النفسية بفوائد عديدة. قد يؤدي تعريض الجسم للمياه الباردة لتنشيط الجهاز العصبي sympathetic nervous system ورفع مستويات بعض النواقل العصبية مثل الأندورفين والنور إبينفرين. والتغيرات الجسدية المذكورة قد تسهم في تخفيف حدة الاكتئاب، تحسين المزاج ومقاومة التوتر والقلق. يجب التنويه إلى أن جزءا من التأثير المذكور أعلاه يرتبط بحركة الجسم أثناء السباحة، والتي قد يكون لها تأثير شبيه بتأثير التأمل، كما أن الشعور بالوخز الذي قد يصيبك حال دخولك للماء قد يحفز جسمك لإنتاج المزيد من الأندورفين. ثانيا، تقوية دفاعات الجسم المناعية. من فوائد السباحة بالماء البارد أنها قد تعزز دفاعات الجسم المناعية، مما قد يقلل من احتمالية إصابتك بأمراض عديدة مثل الزكام وأمراض القلب، إذ قد يساعد التعرض للماء البارد على التالي: تسريع وتيرة عمليات الإيض، هي آلية يلجأ إليها الجسم لتدفئة نفسه، وقد تؤدي لتنشيط المناعة وتحفيز إنتاج المزيد من كريات الدم البيضاء. مقاومة الجهاز التأكسدي. في البداية قد تؤدي السباحة في الماء البارد لرفع مستويات الجهاد التأكسدي، لكن ومع الاعتياد عليها قد تساهم السباحة على تحسين قدرة الجسم على مقاومة الجهاد التأكسدي. ثالثا، تقوية الدورة الدموية. يؤدي التعرض المفاجئ للماء البارد لحصول تغيير مفاجئ في حرارة الجسم، وهذا التغيير يحفز القلب ليبدأ بضخ المزيد من الدم لأعضاء الجسم، ومع تزايد قوة الدورة الدموية يصبح الجسم أكثر قدرة على طرح السموم والفضلات خارجه، مما قد يساعد مثلا على تصفية البشرة من الشوائب. رابعا، مقاومة عدم اتزان بعض الهرمونات. إحدى فوائد السباحة بالماء البارد المحتمل أنها قد تساعد على تعزيز إنتاج الأستروجين والتستوستيرون، مما قد يساهم في الآتي: رفع مستويات الخصوبة وتعزيز الرغبة الجنسية، تحسين قدرة الجسم على بناء الأنسجة العضلية. خامسا، فوائد السباحة. فوائد أخرى كتحسين جودة النوم، نظرا لأن السباحة في الماء البارد تعزز مشاعر الاسترخاء والراحة. حرق الكثير من السعرات الحرارية، لما السباحة في الماء البارد مقدرة محتمل على تعزيز الإيض. تحسين خصوبة الرجال، لا سيما عند اعتماد المياه الباردة كبديل على المياه الساخنة، فالمياه الساخنة تعد مانع حمل طبيعي. تحسين قدرة الأنسجة على التعافي من الإصابات، إذ قد يساعد الماء البارد على تخفيف التورم ومقاومة تفكك الأنسجة. ولكن هناك أضرار للمياه الباردة كانخفاض درجة حرارة الجسم إيبوثيرميا، حيث تتدنى حرارة الجسم أقل من 35 درجة مئوية، مما قد يؤدي مضاعفات مثل زرقة الشفاه والرشفة وتسارع الأنفس. صدمة الماء البارد، وهي رد فعل ينشأ عند التعرض المفاجئ للماء البارد، حيث تبدأ بعض الأوعية الدموية في محيط القلب ببذل جهد مضاعف، مما يؤدي للهث جاسب، تثليج الأطراف. مضاعفات أخرى خطيرة مثل فقدان الوعي واضطراب نظام القلب والغرق. لذلك هناك نصائح عامة متعلقة بالسباحة بالماء البارد. قد تكون هناك فوائد عدة، ولكن تجنب دخول مياه حرارتها أقل من 15 درجة مئوية مفاجأة، إذا كنت غير معتاد على ذلك. لذلك إذا كنت غير معتاد تجنب ذلك، لتجنب عدم السباحة مطولا في الماء البارد، والحرص بدلا على ذلك على السباحة في فترات قصيرة متتابعة مع تحريك الجسم باستمرار. التنفس ببطء وأخذ أنفاس عميقة بانتظام أثناء السباحة، فالعجز عن التحكم في تنفسك قد يجعلك عرضة للمخاطر. ضرورة الخروج من الماء فورا عند ظهور أعراض قد تعني الإصابة بحالة انخفاض الحرارة. تجنب السباحة بالماء البارد وحيدا. يفضل بعد السباحة نزع الثياب المبللة مباشرة واستبدالها بثياب دافئة، وشرب مشروب ساخن، وتجنب الاستحمام بماء ساخن قبل مرور ساعة على الأقل بعد الخروج من الماء.
لذلك ينصح باستشارة طبيبك أولا، بالأخص إذا كنت مصابا بأمراض معينة مثل ارتفاع ضغط الدم والربو وأمراض القلب. بحر، هذا اليوم مسبح طبيعي بمعنى الكلمة، رائع.